مرحبا بكم في مطبخنا. اليوم سنقدم لكم وصفة مميزة تجمع بين نكهتين رائعتين، موس الشوكولاتة الكريمي ومثلجات الفستق الشهية. وصفة ستأخذكم في رحلة من النكهات الغنية والقوام المخملي. نبدأ مع المكونات التي نحتاجها لتحضير موس الشوكولاتة. سنحتاج إلى شوكولاتة داكنة عالية الجودة، كريمة خفق طازجة، بيض طازج، سكر، وفانيليا. أما لمثلجات الفستق فسنستخدم حليب كامل الدسم، كريمة خفق، سكر، وبالطبع الفستق المطحون الذي يمنح نكهة مميزة. دعونا نبدأ بتحضير الموس. أولاً، نقوم بتذويب الشوكولاتة بحذر في حمام مائي. من المهم ألا تلامس الماء قاع وعاء الشوكولاتة. بينما تذوب الشوكولاتة، نبدأ بخفق صفار البيض مع السكر حتى يصبح المزيج شاحب اللون وكثيف القوام. في وعاء منفصل، نخفق بياض البيض حتى نحصل على قمم ناعمة. هذه الخطوة مهمة جدا لضمان قوام هوائي للموس. نخفق الكريمة أيضا حتى تصبح كثيفة لكن لا نفرط في الخفق. الآن يأتي الجزء الممتع، دمج المكونات. نضيف الشوكولاتة المذابة إلى خليط صفار البيض، ثم ندمج بياض البيض المخفوق برفق شديد للحفاظ على الهواء داخل الخليط. أخيرا، نضيف الكريمة المخفوقة بحركات لطيفة من الأسفل إلى الأعلى. ننتقل الآن إلى تحضير مثلجات الفستق. نسخن الحليب والكريمة والسكر في قدر، ثم نضيف الفستق المطحون. نترك المزيج يغلي برفق مع التحريك المستمر. بعد أن يبرد تماما، نضعه في ماكينة الآيس كريم. للتقديم، نبدأ بطبقة من موس الشوكولاتة في أكواب التقديم، ثم نضيف طبقة من مثلجات الفستق. نزين بالفستق المفروم للحصول على مظهر جذاب ونكهة إضافية. نصيحة مهمة: تأكدوا من أن جميع المكونات في درجة حرارة الغرفة قبل البدء بالتحضير، وهذا يضمن نتيجة مثالية. وبهذا نكون قد انتهينا من تحضير حلوى موس الشوكولاتة مع مثلجات الفستق. إذا أعجبتكم الوصفة، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة لمزيد من الوصفات الشهية. شاركونا في التعليقات تجربتكم مع هذه الوصفة وأي أسئلة لديكم. نراكم في الفيديو القادم.